السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين واحلى جمهور واحلى اخوات في الدنيا، بحبكم في الله. النهارده زي ما انتم شايفين كده المكونات، اكيد عرفتوا انا هعمل ايه. دي مكونات الكيكه، هنعمل مع بعض الكيكه. بما اننا بقى في موسم البرتقال والجو الشتي ده، فقلت اعمل لكم الكيكه بالبرتقال. بجد انا بحبها قوي بالبرتقال، بتدي طعم وريحه حلوه قوي للكيكه، بتبقى جميله جدا. معايا هنا بقى كوبايتين لبن وكوبايه سكر، نفس الكوبايه اللي انا هعمل بيها اللبن هي كوبايه السكر برضو، هي كوبايه الدقيق اللي انا هعبر بيها الدقيق. معايا هنا كميه الدقيق دي 3 كوبايات دقيق مع كوبايتين لبن وكوبايه سكر وكوبايه الزيت الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. معايا كمان بيكنج باودر وفانيليا وخمس بيضات وروح موز الصغيرة دي، روح موز. تانج برتقان. وده بقى سر الوصفة معانا النهاردة. بشر البرتقان بجد جميل جدا، بيدي ريحة وطعم حلو قوي للكيكة. جميل جدا، عايزاكم تجربوها بيه، ما تقلقيش كمان ما بيديش مرارة للكيكة ولا حاجة. ده بيخلي طعمها حلو وريحتها حلوة. عايزاكي تجربيها بالطريقة دي، جميلة جدا وهتعتمديها على طول. جميل جدا. الكيكة بتاعت النهاردة بقى تبقى كيكة البرتقال. بتبقى جميلة جدا وبجد بتبقى ريحة حلوة قوي. بالذات بقشر البرتقال ده، انا بستنى موسم الشتاء ده بالذات يجي عشان اعمل الكيكة بالبرتقال. بتبقى حلوة قوي ببشر البرتقال. دلوقتي بقى دي المكونات، هبدأ ان انا اركنها على جنب كده عشان نبدأ نشتغل. هاخد بقى المكونات الجافة احطها على بعضها. معايا هنا بقى 3 كوبايات دقيق زي ما قلت لكم، انا نخلاهم كويس وحطاهم هنا في الطبق ده عشان نبدأ نشتغل فيه. معايا هنا بيكنج باودر باكو واحد، ولو موجود عندك كيك شيف ماشي مفيش مشكلة، مفيش خلاص كفاية اوي البيكنج باودر. هقلب بقى المكونات دي كلها على بعض كده، البيكنج باودر والدقيق هقلبهم كويس عشان كلهم ياخدوا من بعض كده. هنقلبهم حلو كده. تمام، هبدأ بقى ان انا اركنهم على جنب ونبدأ نشتغل بباقي المكونات. هجيب بقى الخلاط عشان انا هعمل الكيكه في الخلاط، هضرب المكونات دي كلها في الخلاط، وبعدين ما تقلقوش من قشر البرتقال. انا مقطعاه قطع صغيره كده، وكمان لما بينزل الخلاط بيتفرم كويس، فما تقلقوش منه. وكمان بيدي ريحه وطعم حلو قوي، يعني عايزاكم تجربوها بالطريقه دي. هفضي التانج، ده تانج برتقال، بيديها كمان لون حلو قوي للكيكه وبيديها طعم حلو. معايا السكر برضه هفضيه، كوباية سكر. الكوباية دي مناسبة جدا، مش هحط سكر تانية اكتر من الكمية دي. الكمية دي حلوة اوي كمان. ما بحبش الكيكة تبقى مسكرة. معايا 5 بيضات هفضيهم، هنزلهم كده في الخلاط. روح الموز بقى انا مش هحطها دلوقتي، هسيبها للاخر خالص، هنبقى نحطها مع بعض. دول 5 بيضات اللي انا هعمل بيهم الكيكة النهاردة. معايا بقى اللبن، هفضي كده كوباية وهسيب كوباية برضو هنستعملها في الاخر. وهحط برضو كوباية الزيت. زي ما انتوا شايفين كده كان الخلاط اتملى، فانا مش هينفع ان انا احط كوبايه اللبن اللي فاضله، هسيبها للاخر كده هنشتغل بيها برضو واحنا بنرب الكيكه. وكوبايه الزيت دي كوبايه مناسبه جدا، ما بحبش برضو الكيكه تبقى سمينه. كوبايه الزيت دي حلوه قوي للمكونات اللي انا بعملها. زي ما انتوا شايفين كده دي المكونات بقى بتاعتي بقى، فانا هخلطهم دلوقتي وارجع لكم تاني. بقول لكم بقى ان فاضل كوبايه لبن، فدي هستعملها في الاخر. هخلط بقى المكونات دي، بس انا كنت نسيت الفانيليا، معلش بقى هحطها معاكم تاني. انا بحب ان انا احطها مع البيض كده في الخلاط عشان تحش الزفارة. فانا هعمل بقى احط الفانيليا ونرجع بقى نخلطهم ونرجع سوا مع بعض. دول 2 فانيليا، بحب احطها كده لان بصراحة واحد بس ما بيبقاش كافي للكيكة، فانا بحب احط 2. هخلطهم بقى كويس في الخلاط وارجع لكم تاني. اهم حاجة يبقى الخلط كويس عشان خاطر السكر يدوب معانا. لو حابة ان انت تحطي سمنة مع الزيت، يعني نص الكمية بتاعت الزيت، يعني كمية الزيت يبقى نصها زيت ونصها سمنة، مفيش مشكلة، او اللي متوفر عندك. زي ما انتوا شايفين بقى ده الخليط بتاعي. قشر البرتقال مش باين فيه خالص. هبدأ بقى ان انا اقلبها كويس كده، بس طبعا ما كنتش عارفة ان انا اقلبها بالاسباتيول، فهركن الاسباتيول ده خالص واشتغل بايدي. لان الصراحة انا بحب في الكيكة بالذات ان انا اشتغل بايدي عشان اتحكم في الكيكة. هقلبها كويس، والمفروض ان احنا نربها كويس عشان خاطر ما تعملش كلاكيع معايا.
فهشتغل بقى كده فيها اربها بسرعة عشان خاطر ما يبقاش فيها اي كلاكيع. هستمر بقى في الرب كويس كده. فاضل معايا بقى هنا ايه؟ روح الموز. هفضيها دلوقتي بقى كده. وعلى فكرة روح الموز دي بتدي ريحة حلوة قوي للكيكة، جبتها جميلة جدا. انا بحب احط روح الموز في اي حلويات انا بعملها، تبقى ريحته حلوة قوي. هستمر كده بقى في الرب ده. ودلوقتي بقى احس كده ان هي محتاجة شوية لبن، هحط لها بقى شوية لبن. واللبن ده مش هفضيه كله مرة واحدة. ما ينفعش طبعا لو احنا هنحط اي سوائل على الكيكة او كده واحنا شغالين فيها، ما ينفعش ان احنا نحطها مرة واحدة، تبقى واحدة واحدة كده عشان نتحكم برضو في العجينة اللي معانا او في الحاجة اللي احنا شغالين فيها، عشان خاطر ما تبقاش سايلة مننا جامد وتبقى رهيفة يعني. فاللبن ده انا هحط الكمية كلها، بس من الافضل ان احنا نحط واحدة واحدة عشان نفضل متحكمين في السمك بتاع الكيكة. هحتاج برضو شوية تانيين وهقلب تاني. هفضل برضو ان انا شغالة ارب فيها كده لحد ما الاقيها خلاص ان هي معادش محتاجة لبن. خلاص هوريكم في الاخر، بس انا هاخد كمية اللبن دي كلها. هستمر برضو في الرب كده. اهم حاجة ان احنا نربها كويس بحيث ان هي مبقاش فيها اي حاجة مكلكعة. شايفين اللون بتاعها؟ اللون ده جميل قوي. انا بحب الكيكة دي يبقى لونها حلو كده، بحب احط عليها تانج بيديها لون حلو، وكمان بيبقى شكلها جميل. يعني اللي يشوفها كده بتفتح النفس، اصلا الكيكة بيبقى شكلها جميل قوي. او مثلا لما باجي اعمل روان، بحب الروان يبقى اللون ده، بتبقى شكله حلو ولونه حلو، وكمان بيدي ريحة وطعم حلو قوي للكيكة. زي ما انتوا شايفين انا حطيت كل كمية اللبن اللي كانت معايا. فدلوقتي بقى هرب فيها كويس وهوريكم دلوقتي هي بقت عاملة ازاي. الخليط عامل معايا ازاي، شايفين؟ حلو قوي الخليط ده، السمك ده كويس بتاع الكيكة. ما هيش لا هي انها تقيلة او ان هي رخيفة، لا السمك كويس معايا. واحسن حاجة كمان ان احنا ما نحطش كمية اللبن مرة واحدة، لان ممكن تبقى الكمية كبيرة على العجينة اللي معاكي او الخليط اللي معاكي فتبقى رهيفة معاكي، ما تبقاش مظبوطة معاكي في الفرن. فاهم حاجة؟ ان احنا اي حاجة سواء اللي هنحطها على العجين او على اي خليط بنعمله تبقى واحدة واحدة عشان نتحكم في الخليط اللي احنا شغالين فيه. دلوقتي هربها كويس. ودلوقتي انا خلصت رب، فعندي بقى صينية مجهزاها كده دهنها زيت، هوريها لكم دلوقتي. دي اللي انا هفضي فيها الكيكة بتاعتي. كنت دلوقتي بقى مولعة الفرن من بدري على نار هادية، سايباها عشان يحمى كويس كده. هدخل الكيكة على نار هادية واسيبها براحتها خالص في الفرن، وبعد كده هوريها لكم. بس اهم حاجه قبل ما نطلعها نعمل لها الاختبار، يبقى معاكي بقى خله او عصايه من الشيش طاووق، وتشوفي بيه الكيكه بتاعتك قبل ما تطلعها من الفرن. ان لقيتي الخله طالعه معاكي من غير ما يبقى فيها اي خليط او كده، تعرفي ان هي خلاص استوت. لو لقيتي لسه طالعه وهي فيها حاجات من الكيكه، يبقى لسه محتاجه شويه في الفرن. هفضي بقى الكيكه بحالها كلها هنا في الصينيه دي. انا عندي الصينيه دي 3 فوق بعض كده، ده اكبر مقاس فيهم. هفضي فيها الكميه اللي معايا وندخلها بقى الفرن. زي ما قلت لكم انا كنت دهنها زيت في الاول. هنزل كل الكميه كده. دي الكميه بقى اللي نزلت معايا. زي ما انتم شايفين اللون حلو قوي. انا بخبطها كده على الرخام عشان تطلع اي هواء موجود فيها. زي ما انتم شايفين الكيكه جميله ازاي وحلوه بجد. قبل ما تخش الفرن ريحتها حلوه قوي، وكمان بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه ان انا اتكلم عليها، هي حلوه قوي كده. انا مولعه الفرن زي ما قلت لكم ومجهزاها. ادخل الكيكه الفرن ونشوفها بقى على نار هاديه كده، وبعد كده ارجع لكم. دي الكيكه بعد ما طلعت من الفرن اهيت، ما شاء الله حلوه قوي. بس عشان هي غابت معايا في الفرن أنا سبتها انها تستوي براحتها، ففي حته كده اتلفحت منها فمش مشكله، بس هي حلوه قوي.
هبدأ بقى ان انا اقطعها، هي كانت لسه سخنة بس انا حبيت ان انا اقطعها كده واوريها لكم عشان التصوير بس، وبعد كده هسيبها بقى لما تهدى براحتها. تبقى جميلة قوي معاكي في الشتاء، حلوة مع الشاي، او ممكن تحطيها لولادك في اللانش بوكس، جميلة جدا. افضل بكتير من انهم يشتروا بسكوت من بره. لا دي حلوة قوي ليهم، ياخدوها معاهم المدرسة، وكمان ممكن يفطروا بها الصبح، حلوة للفطار. الكيكة جميلة جدا مش مكلفة ولا حاجة، وكمان ما خدتش معانا وقت، خلصت معانا بسرعة. والمكونات يعني حاجات بسيطة مش مكلفة يعني، وسهلة وحلوة ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين هتشوفوا النتيجة دلوقتي بقى، جميلة جدا جدا جدا، والريحة والطعم حلو قوي. وما تقلقوش من بشر البرتقال، انا بعملها على طول ببشر البرتقال، ما بيديش اي مرارة والله خالص، ده بيديها ريحة وطعم حلو قوي. كده خلاص انا خلصتها كده. على فكرة هي كانت لسه سخنة زي ما انتم شايفين بتطلع بخار اهي، بس انا حبيت ان انا اوريها لكم عشان خاطر تشوفوا كده اللون بتاعها وتشوفوا التسوية بتاعتها، جميلة قوي. هبدأ كده اطلعها، هي كانت لسه سخنة فما كنتش عارفة ان انا اطلعها كويس. اهي طلعتها ما شاء الله، شايفين اللون وشايفين ما شاء الله سمكها حلو ازاي، نفشت ما شاء الله حلوة ازاي كده. انا كنت بقول هي مثلا ايه هتهبط مني اول ما تطلع من الفرن، ما شاء الله ما هبطتش ولا حاجة، جميلة جدا. وبجد الطعم بتاعها كان تحفة، وريحتها كمان كانت حلوة قوي، واللون شايفين اللون، اهم حاجة اللون بتاعها كان جميل جدا. انا بحب الكيكة تبقى اللون ده، بيبقى لونها حلو قوي يعني ايه، يفتح النفس كده لما تيجي تقدميها لحد، لونها جميل وشكلها حلو، حاجة كده تفتح النفس ما شاء الله، جميلة قوي. والريحة بتاعتها حلوة، وكمان السكر بتاعها مظبوط، مش محتاجة سكر ولا حاجة ولا ان هي مسكرة، لا مظبوطة جدا. وريحة وطعم مفيش بعد كده ما شاء الله، حلو قوي. فيا ريت اللي مكمل معايا لحد دلوقتي في الفيديو يحط لايك، واللي مش مشترك في القناة ينزل على القناة ويشترك، يضغط زر الاشتراك عشان يوصله مني كل جديد. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وتكون الطريقة قدرت ان انا اقدمها لكم بطريقة مبسطة وطريقة حلوة. يا رب تكون الطريقة دي عجبتكم. وما تنسوش بقى تدعموني وتدعموا الفيديو ده بان انتوا تحطوا لايك للفيديو. ويا ريت تتفرجوا على بقية فيديوهاتي على القناة، قناة ام ميدو مصباح. اكيد ان شاء الله الفيديوهات دي هتعجبكم، والوصفات اللي انا بقدمها هتعجبكم. واشوفكم على خير. حطوا بقى لايك للفيديو، واشوفكم على خير، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة.